يلا نتعرف على باقي الصنايعية من كتاب صنايعية مصر لعمر طاهر. شوف الفيديو اللي فات عشان تجيبهم من الأول. 6. المهندس محمود الطهري، مؤسس صناعة التكييف في مصر، مهندس ميكانيكا مصر، أخد بكالوريوس الهندسة من جامعة نيوكاسل في إنجلترا، اشتغل في شركة توكيلات تجارية، وقرر يسافر عشان يجيب مستلزمات مصنع تكييفات علشان يعمل لنا تكييف في مصر، وعمل مصنع كولدير. بدأ بصناعة الثلاجات اللي فيها تبريد لحد ما وصل للتكييف اللي مناسب للبيئة المصرية. أول ما ندخل التكييف للسينمات المصرية كان في سينما مترو، وكان مكتوب عليها مكيف هواء. يعني من الآخر ده الراجل اللي بندعي له كل يوم، الله يبارك له. 7. عبد العزيز علي ومحسن محجوب، دول بقى اللي أسسوا مصنع شيبسي. بعد حرب أكتوبر سافر 2 من أبطالها للعلاج في الخارج، وهم عبد العزيز علي ومحسن محجوب. لفت نظرهم إن الناس بره بتحمر بطاطس وبتبيعها في أكياس كوجبة سريعة في الشارع. جربوها وعجبتهم جدا، ومن هنا قرروا إن هم هيعملوا مصنع شيبسي. بس المشروع كبر وبقى عايز تمويل كبير، فدخل معاهم 2 ضباط كمان ورجل أعمال عرب، واستوردوا المكن من لندن واشتغلوا. أول كيس شيبسي نزل مصر كان ب10 صاغ. وبكام دلوقتي؟ 8. محمد غانم، مؤسس مصنع كوتشي. اشهر جزمه لبسها المصريين كانت باتا، مريحه رخيصه تكاليفها بسيطه وكانت بتتباع هوا، لحد ما ضابط المخابرات المصري محمد غانم سافر افريقيا بعد ما بقت سوق تجاري كبير، وعجبته جدا فكره الحذاء الرياضي، وقرر انه يصنعه في مصر. بس الموضوع ما كانش سهل، ولا خامته ولا ذوقه ولا طريقته دي اللي متعودين عليها في مصر. احنا متعودين على الباتا، لكن الجزمه من كتر ما هي مريحه قرر ان هو هيعملها، وفعلا عمله، وكان لا غنى عنه للشباب والاطفال، وسماه كوتشي. ومن ساعتها وتحول اسم الحذاء الرياضي الى كوتشي. اخر واحد بانوس زرايتس، مؤسس مصنع فلورا، ناعمه وقويه وكلها حنيه. ده كان شعار اول مصنع مناديل ورقيه في مصر. قبل كده كنا بنستورد المناديل من بره. بانوس زرايتس يوناني الاصل، وكان بيجي مصر مستشار لمصانع الورق والكرتون، بس حب مصر جدا وقرر يعمل حاجه تخليه يقعد في مصر. اشترك مع ناس مصريين علشان يعملوا اول مصنع للمناديل الورقيه في مصر باسم فلورا، ولقى نجاح باهر، وابتدى ناس كتير قوي تعمل المصانع بتاعه المناديل الورقيه. راح مسكتش عمل مناديل جيب، مناديل معطره، مناديل ملونه، كل انواع المناديل، وغيرهم كتير قال عنهم عمر طاهر في الكتاب اللي بفضلهم بقت مصر حلوه الحلوات. احكولي عن اي صنايعيه تانيين تعرفوهم. انا فيروز يسري، ودي حكايه قبل اليوم.